جوزي بيتفرج على افلام اباحيه يا دكتور وانا عايز اتطلق. جوزي بيتفرج على افلام اباحيه يا دكتور وانا عايز اتطلق. هل فعلا الكلام ده مظبوط؟ هل فعلا في حالات طلاق حصلت او بتحصل او هتحصل نتيجه ان الراجل بيسيب الست ويقعد يتفرج على الافلام الاباحيه؟ هو فعلا ده واقع. ليه بقى؟ ليه؟ لانه انت بتقول للست ان انت مش ماليه عيني، تمام؟ فانا ما بستمتعش معاكي وانت مش عجباني، وبتسيبها هي عايزاك، وانت بتلاقي متعتك مع الدوبامين والنور ادرينالين في حته تانية خالص. هو الست برضه هنا مش فاهمه الراجل بقى مسير مش مخير. يعني لو هي فاهمه دي ممكن تستنى لما يتعالج، بس الست شايفاه 6 اشهر و3 اشهر وسنه واثنين وثلاثه، وفي ناس بتقعد سنين على كده بتيجي جنب الست كل فتره بالعافيه. بس احنا شرحنا سبب ده طبيا. كلامي دلوقتي للسيدات انه الراجل هنا مريض بوسواس قهري مدمن افلام اباحيه. هنا لازم تساعده، هي تساعده انه يتعالج. وحضرتك لازم تعرف ان طالما انت وصلت للمرحله دي فغالبا انت حضرتك بدات تعاني من المتلازمه اللي قلنا عليها واللي هنتكلم عليها تاني. بس خلاص انت بالنسبه لك الست ما بقاش ليها تاثير عليك. ليه الست ما بقاش ليها تاثير عليك؟ ده اللي هنقوله في الحلقه الجايه للراجل وللست عشان الاثنين يفهموا وما نوصلش للطلاق.